كامل تحبوا تاكلوا القرنون بصح تحيروا كيفاش طيبوه. اليوم جبت لكم طريقه بزاف هايله، راح يجيكم القرنون بزاف بنين، وعلى بالي راح تولي الوصفه المعتمده عندكم في شهر رمضان. السلام عليكم ومرحبا بكم. اليوم راح نشارك معكم هاد الوصفه اللي لازم ضروري تجربوها في هذا الشهر الكريم. ولي زارت قناتي اول مره نقولها مرحبا بك، ماذا بكم غالياتي مادام القناه راهي جديده. ادعموني باشتراك وجيم وبارطاجوا الفيديو مع الاحباب والاصدقاء. نبداو بسم الله. جيبوا نصف صدر دجاج، ولا كانت عائلتكم صغيره تقدروا ديروا ربع، يعني ما تكتروش بزاف. انا 5 حبات تاع قرنون داروا لي يعني كميه الله يبارك، وبقى لي من هذا الحشو. نجيب طنجره ندير فيها نصف ملعقه كبيره تاع سمن ولا تاع مارغرين، وندير 2 مغارف كبار تاع الزيت، نحطها فوق النار هاد الطنجره حتى يذوب لي هذاك السمن. وبعدها نجيب الدجاج تاعي اللي كنت قطعته كيما راكم تشوفوا، نقليه حتى هو، ولازم تكون النار قليله، ما تقوش للنار. لازم نقليو الدجاج مليح باش تجيكم الماكله بنينه. لازم تقلوا جيدا اللحم، سواء اللحم ولا الدجاج. احنا بعد ما يتقلى لي راح نقلبو على الجهتين، وبعدها نجيب حبه تاع بصل، نكون رحيتها ولا سكرفجتها كيما تحبوا، يعني الطياب كل واحد كيفاش يطيب. كاين اللي يسكرفج البصل، وكاين اللي يقطعه، وكاين اللي يرحيه كامل. كيما احنا في العائله ما نحبوش البصل يكون يبان طرف. راح نجي نحط البصل تاعي كيما راكم تشوفوا، وبعدها نضيف عود تاع قرفه، وفي عوض ما ندير فلفل كحل راح ندير فلفل ابيض باش تجي لاصوص تاعي مليحه ما تكونش كحله. هنا درت عود قرفه ما درتش مرحيه باش ما تجينيش لاصوص كيما قلت لكم، يكون اللون تاعها مليح. تقدروا تضيفوا زنجبيل، وتقدروا ثاني ديروا توابل خاصه بالدجاج. وشنو لاصوص راح يتبدل اللون تاعها كي ديروا توابل خاصه بالدجاج، راح تولي لكم جون. هنا ما ننساش ندير الملح، ونقلي قلت لكم على نار قليله مده ربع ساعه حتى 20 دقيقه باش نجي ندير ماء سخون. من الاحسن انكم تمرقوا بالماء سخون، تغطيو الدجاج تاعكم، وبعدها نضيف كميه من الجلبانه. كي نقولوا القرنون لازم يتمشى معاها الجلبانه. هنا بعد ما يطيب الدجاج راح نحيه ونكمل، يعني نكملوا الطياب تاع الجلبانه، نضيفوا لها القرنون اللي كنت نقيته. الا حبيتوا تدبيره باش يجيكم القرنون تاعكم بيض الله يبارك كيما اللي خرج لي انا، ما عليكم غير تخلوا لي في التعليقات، راح ندير لكم ان شاء الله فيديو كامل عليه كيفاش تنقوه كيفاش تخرجوه بيض الله يبارك. وراح يبقى لكم هكا ميم كي يطيب اللون تاعو ما يتبدلش. الا لقيت بزاف تعليقات ان شاء الله راح ندير لكم فيديو على هذا القرنون ان شاء الله. راح نخلي القرنون تاعي يطيب لي وما تخليوهش حتى يتحرحر. ونجيب هذاك الدجاج اللي كنت طيبته، راح نفتتو غير بيديا، يعني ما نحتاجش نرحيه في الاشواق باش يبان الدجاج قطع. هنا بعد ما نكمل نفتت الدجاج تاعي، ونروح نجيب المعدنوس حتى هو نقطعه مع هذاك الدجاج باش يعطيني قو بنين لهذا الحشو. هذا الدجاج راح نستعمله للحشو، يعني طيبنا غير بنصف صدر دجاج وراح نستعمله للحشو في نفس الوقت. هنا بعد ما نقطع المعدنوس راح نجيب فخوماج جودا اللي نستعمله كامل الطبخ تاعي، يعني يجيني بنين هذا الفخوماج. وإلا عندكم اي نوع من الاجبان تقدروا تستعملوه. هنا راح نسكرفجو في الخشين ونخلط كلش مع بعض، ونروح نحضروا الصلصه اللي راح نديروها لهذا الحشو. اللي نحتاجو فيها في كاسرونه ملعقه تاع مارغرين، لازم نذوبوا المارغرين تاعنا ونضيفوا لها ملعقه تاع فارينه، نحاول نقليهم شويه، وبعدها نضيف لهم كاس ونص تاع حليب. اللي ما حبيتش دير لاصوص هذه تقدر دير كريمه سائل. انا حبيت يكون طبق اقتصادي لانه معظم الناس راهم يحبوا الوصفات الاقتصاديه خاصه في شهر رمضان الكريم. اللهم بلغنا رمضان يا رب العالمين. هنا بعد ما تذوب المارغرين راح نضيف مغرفه كبيره تاع فارينه، نحاول نقليهم شويه، يعني ما نضيفوش الحليب دوكا غير نقلوهم شويه. بعدها نضيفو كاس ونص تاع حليب، نضيفو رشه تاع فلفل اسود، ونضيفو الملح. وما تكتروش الملح باش ما تجيكمش لاصوص تاعكم مالحه، لانه راح ندير 2 مغارف كبار تاع فخوماج فوندو، ماهوش غابي، غير تعقد لاصوص تاعنا. راح نحوها من النار، ما تخلوهاش تعقد لكم بزاف تجيكم ثقيله، لانه مازال راح نديرو في هذاك الحشو. ونجبدو القرنون تاعنا نحطوه في البلا باش يدخل للفرن، يعني نطيبوه ماشي قيس ما يطيب، قيس ما يتحمر لنا فقط. دوك تشوفوا الطريقه البنات. هنايا راح نجيب هذاك الحشو تاعي اللي كنت درت له الفخوماج والمعدنوس، نديروه في هذيك الصلصه نحطوه بجيه،
ونجيب هذاك القرنون اللي كان طاب لي، لازم يدخل له طياب نص طياب. اذا حبيتوه يطيب لكم مليح تما كي تدخلوه للفرن ما لازمش يطول معاكم، غير 5 دقائق قيس ما يذوب لكم هذاك الفخوماج راح تنحوه. جبت البلا اللي يدخل للفرن، راح نحط هذاك القرنون نستفو، وقبل ما ندير القرنون راح ندير لاصوص تاعي باش ما يتحرقليش القرنون. وديجا اذا حبيتوا الصلصه تاعكم تعقد لكم مليح خلوها هنايا يعني طيب لكم في الفرن، راح تجيكم بزاف بنينه. الحاجه اللي راني متاكده منها اللي جامي كلا القرنون راح ياكلوا بهذه الطريقه ويجيه بزاف هايل. انا ولادي ما يحبوش القرنون، بصح كي نديروا لهم بهذه الطريقه ياكلوه. كاين اللي يديروا القرنون على شكل سلطه يغلوه، تالمو ما يعرفوش يديروا وصفات به، يا اما يطيبوه هكا مع الجلبانه، يا اما يغلوه ياكلوه شلاضه. ولا انا جبت لكم هذه الطريقه خير، راني نقصت عليكم شهر رمضان تلقاوه ان شاء الله ديجا راهو وقته، غير شرو جربوه. هنا جبت الحشو تاعي اللي كنت درتو نعمر به الحبات تاعي، ونعاود نحط له الفخوماج من الاعلى، نجيبو فخوماج غودان نسكرفجوه نحطوه باش يتحمر لنا القرنون تاعنا ويعطينا شكل شباب. هذه هي الوصفه، يعني تبان لكم راهي صعيبه بصح راهي سهله كامل. يعني كي تبداوها ميم با ساعه تكملوا هذه الوصفه، ما تديلكمش كامل الوقت. وشنو القرنون كي تنقوه راح يديلكم شويه الوقت. اذا قلت لكم اذا حبيتوا الطريقه خلوا لي في التعليقات وراح نحط لكم ان شاء الله الفيديو اذا حبيتوا. هنا بعد ما نكمل نحط الفخوماج راح ندخله الفرن على درجة حرارة تكون متوسطة. اذا طاب لكم القرنون بزاف ما تخليوهش يطول، غير يبدا يذوب لكم الفخوماج شعلوا له من الاعلى يتحمر لكم نحوه. اذا خرجتوه نص طياب خليوه يطيب لكم او ربع ساعه 20 دقيقه، وزيد تشرب لكم هذيك لاصوص وتجيكم بنه هايله. هذا هو القرنون تاعنا بعد ما طاب تحمر الله يبارك. راح نجي نزينه في طبسي كيما راكم تشوفوا. جبت هنا بلا وراح نحط فيه القرنون تاعي بهذا الشكل، ونحط الجلبانه ونحط القارص في المنتصف. شفتوا الشكل كيفاش زينت؟ وهكا نكونوا تحصلنا على طبق رمضاني بامتياز غير بنصف صدر دجاج وانتم ما حضرتوه. الى عندكم كاش اقتراح للشهر الفاضل ماذا بيا تخلوا لي في التعليقات وراح ندير لكم ان شاء الله وصفات راهو يستناو فيكم غير الوصفات الله يبارك. بعد ما نحط القارص راح نجيب الزيتون. هذا طبق تقدروا تقدموه للعائله، تقدروا تقدموه لضيافكم، راهو يحمر الوجه يجي بزاف بنين. نحطوا الزيتون وبعدها نديروا المعدنوس. انا عطيت لكم تزيين ساهل، الا حبيتوا ديروا تزيين واحد اخر معليش. هذه هي وصفة نهار اليوم، ان شاء الله تكون عجبتكم وتخلوا لي رايكم في التعليقات. وما تنسوش قلت لكم تخلوا لي اشتراك وجام لمزيد من الوصفات الرائعة. وصلنا لنهاية الفيديو، دمتم في رعاية الله، سلام.